أكون مخلصا لديني تعرف اللي طالع بالتلفزيون وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص كفو ولدي كفو. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص أهلا هلا بك يا هلا فيك يا أمير، يا النادر الوفي جزيل العطايا، تعينكم يا سيدي عندنا غير، لأنك حفيد اللي يقود السرايا، وتحب حيل يا عشير الملاعين، ولا يحبونك ولا بخفايا، في حب حيد كلنا به مشاهير، بنت الجبل متفردة بالمزايا، هلات على حي الجميع تبشير. نستحث الجميع في تقديم يد العون لأبنائنا وإخواننا السجناء وكذلك أسرهم. 17 عمل لنا نايب الخير، راحت على صدق الوفا والنوايا، واليوم ما وضعنا هنا في هالموقع إلا لخدمة الناس، ولا أسمح ولن أسمح لأي مراجع يأتيني ويقول لي بيض الله وجهه، ما بيض الله وجهه. أنا آخذ راتب من هذه الدولة، وهذا عمل غصب عن خشمي أقوم فيه المواطن، مو برضاي، غصب عن خشمي أقوم فيه المواطن، فبالتالي لن أسمح لمن هو دوني أن يتراجع. هذا كل ما لدي، شدوا من أزري، لو كان بيتي ضعيف ما أستطيع إصلاح بيوتي، فلا تكونوا نقطة ضعف ترجمني الناس بكم. كلامي واضح؟ كلامي واضح؟ كلامي واضح؟ أرجو ذلك، أعينوني على الحق، هذا ما سألتكم فيه. تعينكم يا سيدي عندنا غير، لأنك حفيد اللي يقود السرايا، وتحب حيل يا عشير الملكية الأمير عبد العزيز بن سعد على هذه الثقة الملكية وتعيينها أمير لمنطقة حائل، كذلك نهنئها الحال على هذه المكرمة الملكية، وهو كفء لها ونتمنى له سداد والتوفيق إن شاء الله في كل أموره. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. أهني الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بالثقة الملكية بتعيين أمير منطقة حائل، وكذلك أهني أبناء منطقة حائل بسمو الأمير عبد العزيز بن سعد، ونرجو من الله العلي القدير أن يعينوا على عمله